حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده انا بطل عليكم بشره مجهده وتعبانه جدا، طالعه من شهر رمضان. حرفيا بشرتي يعني كلمه متدمره شويه. ف قلت طبعا على السريع اقوم اعمل تنظيف بشره، فجات لي فكره طب ما تصوريها بالمره. ايه المشكله يعني؟ فانا طبعا انا عارفه ان في ناس بقالها اسبوع شغاله يعني على نفسها، يعني هو ده الصح، ولكن اللي زي بتاع اخر وقت ده يجي ايه يجي جنبي كده. تعالوا جنبي يا حبايبي. والله غصبا عننا بيبقى الوقت ضيق، عندنا شغل، عندنا البيت، انتوا فاهمين، العزايم رمضان وكده. كل سنه وانتم طيبين. آه بس يلا بينا نبدا عشان ما نرغيش كتير. اول حاجه هعملها ان انا هغسل بشرتي هغسل وشي طبعا بالغسول ده. حلو قوي، انا بقالي فتره بستعمله. انا هعمل لكم كده سكرين شوت عشان مش هقعد بقى اقول لكم وده اسمه وده اسمه. بصراحه ما عنديش هذه الطاقه. فهو فوم كده زي ما انتم شايفين، فهنغسله حلو قوي. بينضف البشره جدا 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 جدا. اقعد انت هنا زي ما انتم شايفين كده، حركات بقى دائريه. اقول لكم بشرتي فيها قشور، مع ان انا يعني مش عارفه ايه ده، يعني مجهده قوي. مش عارفه، يمكن عشان تغيير الفصول، دخلنا على فصل الربيع وكده فالدنيا صعبه. شايفين؟ طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، فهفصل واروح اشطف وشي وارجع لكم تاني. طبعا شطفت وشي. طبعا الخطوه اللي بعد كده هتيجي خطوه السكراب ده من ايفا. ممتاز يا بنات، خدوا سكرين شوت. حلو قوي. وطبعا اللي ما عندهاش تعمل ايه، شويه سكر عليهم شويه زيت جوز الهند وتعيش اللحظه. بس كده. عندي قشور في الحته دي بطريقه صعبه قوي، مش عارفه ايه ده. انا بحط السكراب ده على بشره منديه، خلي بالكوا ها، وبحركات دائريه لطيفه كده على البشره. ميه دخلت في عينيا. نضفي بقى. بشرتي مش مستحمله، تصوروا تحرقني قوي، مش عارفه في ايه. هو تغيير الفصول معايا بيعمل كده. السكراب ده بقى بعمله في حركات دائريه بسيطه، وبسيبه على وشي 10 دقايق، وبعد كده بشطف وشي. شايفين بعد ما طبعا الدنيا باظت بس تمام. شطفت وشي، شايفين؟ يعني حاسه ان في هم السنين اتشال من على وشي. المهم، في ماسك اسمه بوبانا. بصراحه انا اول مره اجربه. هو مش غالي، ب45 جنيه، هي بنتي اللي جايباه، فانا بصراحه هجربه لها يعني. قلت بقى بما ان انا بعمل حاجات للبشره وكده اما اجربه بالمره. هاخد منه كده واحطه على البشره. ماسك بقى. طبعا منطقه تحت العين لا. والله انا اول مره اجربه، على فكره ده غلط ان انا اجرب حاجه لاول مره، بس كده كده انا مش نازله بكره عشان الكذب خيبه يعني. انا قاعده في البيت، نازله اصلي العيد وشكرا. فيعني محدش هيشوفني قوي يعني. هو الكريم ده اسمه ايه ده؟ ماسك الحليب للبشرة الدهنية والمختلطة. انا اصلا بشرتي يعني ممكن تبقى مختلطة انما مش دهنية خالص يعني. ربنا يستر ربنا يستر. يلا. بس هيقعد قد ايه بقى مش عارفة. تقريبا بيترك من 5 دقايق ل10 دقايق. طبعا مش هطوله عشان ايه. آه طبعا بحط بايديا، ما بحبش الفرش والكلام ده. يعني هيفتح بقى والكلام ده ولا ايه؟ مش عارفه. انا والله حتى ما قريتش قوي اللي عليه. منظم البنسلون للبشرة الدهنية والمختلطة، تركيبة غنية بقوة الحليب التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل آثار البقع الداكنة. بينما يعمل بنسينول وزيت النعناع. ما انا حاسة ان في حاجة كده، ما انا بقول برضو احسن يكون بيحرق وشي. على تنظيف البشرة وإزالة الدهون الزائدة ومعالجة آثار يا لهوي إزالة الدهون. انا وشي ما فيهوش اي حاجة، ناشف جدا. ربنا يستر. هي انا قلت لها انا هجربهولك. استنوا كده عشان ما اطولش وقت الفيديو.
هسيبه 10 مش 10 دقايق قوي بصراحه، لان انا خايفه احسن ينشف وشي اكتر ما هو. اي ماسك بقى منطقه العين لا، ها ايوه دي اللي انا عايزه اغطيها. طبعا اسكراب للشفايف بقى، لو انا بس انا مكسله الصراحه اقوم اعمله. شويه قرفه على شويه سكر او شويه عسل، ويتعمل احلى سكراب. بس انا الصراحه مش حاسه ان انا عايزه اعمل كده. 5 دقايق وارجع له. غسلت وشي، مش عارفه حاسين معايا فرق ولا لا. هو انا مرضيش اسيبه اكتر من 5 دقايق بصراحه، خفت يعني، خفت احسن يبقى يكون للبشره الدهنيه قوي، وانا بشرتي مش دهنيه بصراحه، يعني ممكن تكون مختلطه ان هنا فيها شويه بتاع، بس مش عارفه حسيته فرق. انا حاسه ان وشي افتح شويه. المهم الخطوه اللي بعد كده هنيجي بالشيفنج الحلوه دي، وهنشيل بيها الزيادات اللي هو الشعر الزايد. بس انا ما بعملهاش هنا بصراحه. ولو انتي شعرك من النوع اللي هو الناشئ اللي هو الغامق اسمه، او الشعره التخينه، دي مش تنفع معاكي، مش هيبقى الاختيار الامثل يعني. انما لو شعرك خفيف كده وبري يعني، هتبقى دي حلوه قوي. بصوا بصوا يعني تحسسني ان انا مش نضيفه، والله نضيفه. ولكن بصوا في اتجاه كده، مش كده كده. المهم هخلص وشي وارجع لكم. يعني مطلعه هم السنين يعني، مش كده والله، انا مش للدرجات دي يعني، بس من كتر ما هي دقيقه بتطلع كله. بصي بتشدي كده بالراحه وتاخدي كده. انا قفلت طبعا لان انا طلعت وداني من هنا عشان اجيب الحاجات اللي ورا الطرحه، فاهمين قصدي. وبظبط بيهم، بس انا بصراحه ما بعملش حواجبي بيها يعني، اصلا مفهومش. ولكن ليه من بعيد كده، بظبط كده من بعيد، مش باجي ناحيه حواجبي خالص. حاجات كده خفيفه خفيفه خالص. انا مش عايزه وقت الفيديو طول عن كده. طبعا خلصت الشيفنج، و ظبطت شويه يعني حواجبي شويه، لان كانت شكلها صعب قوي. ومسحت وشي بميه ورد، ولكن الخطوه دي انا ما صورتهاش. هنيجي بعد كده للخطوه اللي هي، لا مش دي، السيروم. اي سيروم بقى عندك، انا بستعمل السيروم ده سيلات. طبعا ابني راح قاطع دي، فطبعا دي خلاص كده مش عارفه اقول ايه الصراحه. ما ينفعش نسيب حاجه على حالها، نعيه. المهم هنعمل كده. بس انتوا حاسين بفرق من اول الفيديو لدلوقتي؟ يعني راجعوا الفيديو، انا حاولت اطلع لكم، او اصريت ان انا اطلع ولا اي فلتر ولا اي حاجه علشان تشوفوا، ولا ميك اب ولا اي حاجه، عشان تشوفوا معايا فعلا هو في فرق بين اول الفيديو ولا دلوقتي. ايه رايكم؟ تحس انه بيلزق في الاول كده شويه، بعد كده خلاص استني اسيبه شويه وبعدين احط. انا مش عارفه اوصف لكم النعومه، وحاسه ان فعلا هم كان على وشي اتشال. كان هنا كل ده قشور وكل ده. انتوا حاسين ان بشرتي كمان افتحت شويه، يعني بقت فاتحه شويه ولا ايه؟ مش عارفه، قولوا لي رايكم. هنيجي للخطوه اللي بعد كده، هي خطوه المرطب. طبعا انا بستعمل كريم شان وكلمتكم عنه فيديو قبل كده، وفي حاجات كتير انا استعملت ايه النهارده في ده وكنت عامله لكم ريفيو كامل عنه وعن الغسول بتاعه، تحفه بجد. ادخلوا اتفرجوا على الفيديو هتستفادوا. هنيجي للكريم بقى، خطوه الكريم المرطب. الخطوه اللي انا مستنياها من الصبح، لان انا حاسه ان انا بشرتي متعطشه للكريم. ونسحب بقى كده على فوق، كده على فوق. وحطيت الكريم زي ما انتم شايفين، وبكده نكون خلصنا تنظيف البشره بخطوات سهله وبسيطه بدون تعقيد في البيت، وما عملناش اي حاجه خزعبليه. بس كده اكيد هتحسوا فرق بين اول الفيديو ودلوقتي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.